السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. معاكم اسماء من قناة ست البيت. النهاردة ان شاء الله هوريكم التربو بتاعتي وهوريكم انا منظمها ازاي، ويا رب تعجبكم ان شاء الله. نبدأ مع بعض بأول درج. انا عندي تربو واحد، فانا حاطة فيها خزيني. هي مفتوحة من هنا، فيعني بتبقى كويسة، بتعمل تهوية. الحاجات دي كويس، مش اي مشكله يعني، عادي. انا بالنسبه لي بحط فيها الحاجات دي، ما عنديش مشكله. ماشي. انا اول حاجه اللي حاطه فيها البصل. انا منضفاه من اي قشر خالص عشان ما يبهدليش التربو. تمام اهو، ما فيش اي قشر خالص وقع في الدرج خالص. تمام. انا حاطه فاصل كرتونه كده. تمام. وهنا هرصه البطاطس برضو، رصه بطريقه كويسه، وحاطه فاصل برضو ورصه جوه بطاطا اهي. تمام. ده كده بالنسبه لاول درج. صورها لكم كله اهو. ده الحاجات الحقيقة الصحيحة بتاعتي طبعا كل فترة. دي كده بتبقى بالنسبة لي حاجة شهر، يعني بحاول على قد ما اقدر انها مثلا تكفي معايا الشهر او حوالي 3 اسابيع. فكل فترة باجي اشوف البطاطس لو حاجة باظت فيها او اي حاجة بطلعها. تمام. وكذلك البصل، وكذلك البطاطا. بس انا يعني بعمل منهم اصلا يعني على طول، فما فيش اي حاجه بتبوظ منهم، يعني انا على طول متابعاهم. كمان الدرج التاني معايا انا حاطه فيه شويه حاجات كده ايه خاصه بالاكل وكده. برضو اللي جوه دي بصل بودره وتوم بودره، انا مطلعه منهم بره. فلما اللي بره بيخلص باخد واحده من دول وبملى الفاضي اللي في الديت وبحطها مكانها، يبقى عندي ايه، يبقى عندي على طول. ولما اللي انا طلعتها تاني تخلص بطلع التانية اللي كانت موجودة، مش بطلع اللي انا مليتها جديدة. تمام. بس عشان انا مش بحبه ايه يفضل في الكيس بتاعه. وده بقسماط، ده بقسماط اهو، بطلع منه برضو وبقفل الكيس بتاعه زي ما هو. وده فيجيتار، كيس فيجيتار. ودي مرقة دجاج. تمام. ودي بقى إيه مثلا كيس ملح اخدت منه، بقفله بالطريقة دي وبحطه كيس شطة مثلا اهو، باخد منه برضو احط في علبة وبقفله. ده اللي باخد منه لما العلبة اللي انا مطلعاها تخلص. انا ماليه علبة بره صغيرة كده فيها شطة. لما العلبة اللي بره بتخلص بطلع من دي. تمام. وده كيس دقيق بستخدم منه كده ايه اللي هو استخداماتي البسيطة. برضو بستخدم منه وبقفله، بس ممكن يعني احطه في علبة عادي يعني. بس انا حاليا عشان انا لسه جايباه جديد، لسه جايبه كيس جديد، فبستخدم منه عادي، بس احيانا برضو بفضيه في العلبة. دي بقى معايا العلبة دي فيها نشا. تمام. ودي فيها البهارات اهي. طبعا هي مقفولة كويس، ما بتصرفش ريحة ولا اي حاجة. العلبة دي فيها ملح انا عاملاه بتوابل، بخلط التوابل فلفل اسود وكمون. برضو مطلعة في ملاحة ولما بتخلص بملاها منها. وكذلك العلبة دي العلبة دي برضو فيها برضو ملح زي ده، لما بتخلص برضو ايه باخد منهم. يعني انا ببقى مجهزاهم على ان انا اخد منها على طول. تمام. العلبة دي فيها الفانيليا والبيكنج باودر والحاجات دي والخميرة، الحاجات دي يعني ايه اللي هي الاكياس الصغيرة اللي بتبقى مبعترة في الدرج دي. البرطمان ده برضو، ده كان برطمان صلصة، انا غسلته وعقمته وحطيت فيه طحنت كمون وحطيته فيه. تمام. برضو عندي في علبة بره، ولما بتخلص بملاها من البرطمان ده، مش عشان يبقى حاجتي كلها جاهزة عندي، انا بجهزهم كلهم مع بعض كده ايه مرة واحدة. وكذلك البرطمان ده برضو كان برطمان صلصة، ولما خلص غسلته وعقمته كويس
وطحنت فلفل اسود وجهزته برضو حطيته فيه، بستخدم منه برضو يعني ايه، عندي ملاحات بره زي دي كده اهي، ببقى مليها بره بقى ايه من التوابل دي. الملاحة تخلص او العلبة تخلص باجي املاها من البرطمانات دي او من العلب دي. تمام. ده شكل الدرج التاني اهو. شوف الدرج التالت. الدرج التالت بقى هنا في خزين مكرونات. ماشي. دي شعرية، ده الخزين بتاعي يعني ده اللي انا ببقى جايباه اكياس مقفولة، ببقى حطاها هنا لما اجي استخدم منها بطلعها، واكياس مثلا يبقى باقي فيه شوية بحطهم في الدرج التاني، عشان ده اللي فيه الاكياس المفتوحة، لكن ده فيه الاكياس المقفولة. ودي مكرونة سباجيتي، وده الفول اللي هو بتاع الطعمية بتاع البصارة، ودي بسلة ناشفة اهي برضو. تمام. بس طبعا الحاجات دي مش بخليها فترة طويلة. ودي مكرونة عادية اكياس برضو. ودي مكرونة سباجيتي، مكرونة عفوا قلم. ودي وده لسان العصفور، وده بقسماط انا بعمله في البيت هنا، هبقى اوريكم طريقته برضو. تمام. ده كده الدرج التالت. الدرج الرابع والاخير حاطه فيه ده سكر. ماشي. ودي مناديل المطبخ، انا عندي بكره بره لما بتخلص باجي ايه اخد من هنا واجيب تاني برضو احطهم هنا، لما اللي بره يخلص اخد من هنا. تمام. وده ورق زبده. ودي اكياس زباله رول، بتاع اكياس اللي انا بحطه في الباسكت الزباله. وده اكياس التخزين برضو رول. واللي تحت دي فوط كده بنشف بيها لما بنضف كده، بنشف بيها الحاجة ايه بعد ما اغسلها، الحوض مثلا، الرخامة، السيراميك كده يعني. بس ده كده كان اخر درج معانا اهو. شكل التربو. طبعا لازم تحافظي على نظافته كويس جدا. نظمي التربو بتاعك بالطريقة اللي تعجبك، بالشكل اللي يعجبك براحتك، اهم حاجة يبقى نضيف وكويس. شكرا يا بنات، يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم اعملوا لايك وشير، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة، الزر الاحمر اللي مكتوب عليه كلمة اشتراك تحت الفيديو. كانت معكم اسماء من قناة ست البيت. باي باي.